امزح. مرحبا بالجميع، معكم روميتو، وفي هذا الفيديو رح يكون ترجمة لهذا الفيديو لانه ما عرفت اترجم لكم الفيديو للعربي. أنا سهران عشان اصور لكم الفيديو مخصوص لكم، فلذلك لا تنسوا تسووا لايك وسبسكرايب والحركات الجميلة هاي. أعراض ومراحل بيمر بها مريض السكري. المرحلة الأولى هي الحرقة والبرودة والوخز والرعشة. كل هذه أعراض بداية التهاب الأعصاب الطرفية عند مريض السكري المزمن. طبعا العلاج سهل وبسيط، هو عبارة عن بعض الفيتامينز المقوية للأعصاب مثل فيتامين بي 12 وفيتامين بي 6 والفوليك أسيد. والمرحلة الثانية التنميل وضعف الإحساس، وهي المرحلة بتبقى مرحلة متقدمة نوعا ما، وعلاجها هي الفيتامينات اللي حكيناها بي 12 و 6 وبالإضافة إلى منشطات الأعصاب مثل مادة بريجابالين والهكساجابالين ليجا وريجافالكس. المرحلة الثالثة فقدان الإحساس جزئيا أو حتى بالكامل، وهي المرحلة خطيرة جدا. ليش؟ لأن المريض معرض للإصابة بجروح أو حروق أو دخول جسم غريب في القدم، مسمار، دبوس، زجاج، والمريض ما بيحس فيها، وبتمر عدة أيام حتى يكتشف المريض وجود جرح أو قرحة في قدمه. عشان هيك بينصح مريض السكر أن يتابع قدمه أول بأول ويحميها من الإصابات والجروح، وهالمرحلة صدمتني من الآخر. ولما يكتشف وجود جرح أو قرحة لازم ما يهملها ويستشير الطبيب عشان يحمي نفسه من مشاكل القدم السكري. حافظوا على نفسكم عن جد، لا تكتروا سكر في شبابكم، لا تسووا أشياء مش كويسة. وبس، شكرا لمتابعتكم هذا الفيديو. هذا انستغرامي، شكرا انكم عطوتوني من وقتكم الثمين، ومع السلامة، باي.